هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم خلود. والنهارده هنتكلم على اوكي هنتكلم على الحلقه الثانيه في فوكابيلاري منهج اللي هو سنه اولى ثانوي. طبعا زي ما قلنا احنا السلسله دي هتبقى كلها عباره عن ان احنا هنتكلم على الفوكابيلاري والجرامر اللي بياخدوه في السنه دي في الترم الاولاني وفي الترم الثاني. مش هشرح الدروس بالتفاصيل لان ده مش درس خاص، ولكن انا هتكلم على الفوكابيلاري اللي هتلفت نظري مع الجرامر اللي هتحتاجوه. زي ما قلنا انه اول 2 يونتس هتلاقوا ان الجرامر بيتكلم على الباست والباست سمبل والباست كونتينوس والفرق ما بينهم ووايل. الكلام ده موجود اوريدي على القناه في سلسله الجرامر، وهسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. اوكي، النهارده هنكمل الفوكابيلاري بتاع اول 2 يونتس، والحلقه اللي فاتت كانت الجزء الاولاني، النهارده الجزء الثاني هنتكلم على بقيه الفوكابيلاري اللي لفت نظري. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وفعل الجرس. تابعوني على الانستجرام والفيسبوك وكل السوشيال ميديا هتلاقوها تحت في الديسكربشن. ولايكات بقى يا جماعه، عشان يعني ولو تعرفوا اي حد بيدرس الحاجات دي يا ريت تقولوا له، لان في ناس فعلا بتبقى بتدور على الكلام ده ومش لاقيه. تمام. اوكي، المره اللي فاتت اتكلمنا على اكتر من فوكابيلاري، وعلى فكره من اللي انا لاحظته ان المناهج الجديده، طبعا انا بتكلم على 2025 2026. بص، انا لسه ما دخلتش في عمق المنهج، انا لسه في اول 2 يونتس كده ببص عليهم. اللي لاحظته ان سبيلنج امريكان مش بريتش. هتعرفوا ليه؟ عشان الكلمه الاولانيه اللي هنتكلم عنها النهارده وهي كلمه neighborhood. neighborhood يعني المنطقه اللي انا عايشه فيها، اوكي، الجوار يعني. neighborhood لو بالبريتش فيها يو، يعني بعد الاو يو ار، لكن هي مكتوبه في الكتاب كده بي او ار على طول. ده كده كتابه امريكان، فانا لسه هكمل وهشوف، بس ده انا لاحظته عندكم ولاحظته كمان في منهج تقريبا سنه 6 ابتدائي برضو، في او لا سنه 3 ابتدائي، لقيت برضو عندهم حاجه فيها نفس الكتابه الامريكان. فميبي يكون المناهج اتغيرت امريكان. بص، انا مش مطلعه قوي لان انا اصلا مدرس جامعه، بس يعني هنشوف كده لما ندخل في الموضوع. طيب خلينا نقول كلمه neighborhood معناها the area of a town that surrounds somebody's home or the people who live in this area. يعني المنطقة اللي الناس اللي عايشة حواليك، أو الأماكن اللي المفروض موجودة حوالين البيت اللي أنت بتعيش فيه. يعني أقدر أقول المنطقة اللي أنا ساكنة فيها. تمام؟ ممكن أقول I live in a nice neighborhood. I live in a crowded neighborhood. عايشة في neighborhood زحمة، أو عايشة in a nice neighborhood كويسة، وهكذا. فكلمة neighborhood، وزي ما قلت لكم الكلام الكتابة اللي انتوا شايفينها spelling ده spelling American. اوكي؟ طيب عندي كلمة تانية وهي كلمة magnificent. magnificent يعني رائع. طبعا انا هكتب لكم الكلمة، ليه بقول النهارده بالذات او في السلسله دي هقول المعنى بالانجلش وبالعربي، لان انتوا لما يجي لكم تشوز او كومبليت او كده ساعات بتلاقوا يعني تبقوا فاهمين الترجمه او الديفينيشن الانجلش. اوكي، تاني هقول ده دي مش دروس خصوصيه ولا قناه دروس خصوصيه، انا اصلا مش، انا بس مجرد ببص على المناهج ومن اللي بعدي فيه بيلفت نظري فوكابيلاري، بيلفت نظري جرامر، وبشرحه لاي حد. وطبعا ده ينفع لاي حد حتى مش مصري، في النهايه دي فوكابيلاري وجرامر ما موجود في اللغه ان جنرال. magnificent يعني رائع. very good, very beautiful, something deserving to be admired. حاجه تستاهل ان انت تعجب بيها او تبين اعجابك بيها بالحاجه دي. يعني ممكن اقول they live in a magnificent house. عايشين في بيت رائع حلو جدا، وهكذا. فكلمة magnificent يعني رائع. هروح على الكلمة اللي بعدها، كلمة mighty. mighty ليها معاني كتير، بس المعنى الأشهر هو strong. يعني mighty strong، حاجة قوية جدا. فممكن أقول this car is mighty. أوكي،
مثلا اقول he held the chair with his mighty hands، هو شال الكرسي بايده القويه، فmighty معناها قوه. ممكن اقول this guy is mighty strong، يعني هو قوي جدا، وهكذا. وطبعا mighty هنا adjective، صفه. اوكي، عندي كلمة pride، وخلي بالكم pride بالبي مش بالبي، لأن pride بالبي دي عروسة مالناش دعوة بيها. أنا هنا بتكلم على pride بالبي. pride لو جت noun معناها كبرياء. أوكي، كبرياء وحاجة أنت بتفتخر بيها وفخر وكده. فمعناها أوكي، خلينا نقول معناها a feeling of pleasure and satisfaction because you did أو have or you have something good. يعني إحساسك إن أنت مبسوط وفخور بحاجة أنت تملكها أو حاجة أنت عملتها. أوكي، فpride هي I'm so proud. I'm so proud. ده proud يا جماعة، ده الادجكتيف. أوكي، يعني النون pride اللي هي الفخر نفسه، إنما الادجكتيف أو الصفة بتاعتها proud. يعني أقول I feel pride. اوكي، يعني انا حاسس بفخر، او اقول I am proud، هروح حاطه بقى الادجكتيف. اوكي، فهنا هنقول مثلا we feel such pride having our great civilization، احنا عندنا فخر كبير جدا بالحضاره العظيمه بتاعتنا. اوكي، طيب هروح على الكلمه اللي بعد كده، وكلمه restoring. طبعا restoring اللي هي جايه من restore، يعني يجدد، يعيد تجديد حاجة. اوكي، ري دايما للإعادة، يعني to return something to its earlier good condition. برجع حاجة للحالة الكويسة اللي كانت عليها. يعني اقول restore the house مثلا، يعني البيت مثلا حصل فيه تلفيات، فانا عايزه ارجعه للحاله الاولانيه اللي كان عليها قبل التلفيات دي، فعايزه اصلح التلفيات دي، فدي اسمها ريستور. تو ريستور حاجه معينه. مثلا في خناقات كتير في المنطقه، ناس بتتخانق مع بعض كتير، فانا عايزه احل المشاكل ما بين الناس واعمل ايه؟ restoring peace، ارجع السلام ما بين الناس، لان دي مش الحاله الاصليه. الحاله الناس عايشه في بيس، حصل مشاكل وحصل حاجه عقرت السلام ده، بقى فيه خناقات، فلما نحل المشاكل نعمل ايه؟ restoring peace، بنرجع السلام تاني، بنرجع الحاجه للجود كونديشن اللي كانت عليه الاول. اوكي، فمثلا هقول they restored the building، هم عملوا restoring يعني للبيلدينج. او اقول مثلا they are working on restoring the building. طبعا restore يا جماعه ده verb، يعني اقدر احط له ing، اقدر احط له ed لو في الباست، اصرفه حسب الزمن. لكن لما استخدمه من غير verb to be واحطه في الاول، يعني اقول restoring the building was so difficult، يعني اعاده يعني تجديد البيلدينج المبنى كان صعب جدا، وابدا بريستورنج الجمله من غير ما احط قبلها ولا ام ولا از ولا ار ولا واز ولا وير، يبقى انا هنا ده كده جيرند وده مش فيرب. ارجعوا لدرس الجيرند، انا هحط لكم برده اللينك، هو موجود على القناه، هحط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، ازاي افرق ما بين الاي ان جي اذا كان ده جيرند يعني يعتبر ناون ولا ده فيرب، عشان ده هتحتاجوه، ومش بس في الجرامر، هتحتاجوه حتى في الرايتنج. طيب هنروح على الكلمه اللي بعد كده، وهي determination يعني اصرار. حد عنده اصرار ان هو مصر يعمل، مصر ينجح في حاجه، طبعا من الاراده القويه، يعني المعنى a strong will to succeed or achieve a goal، الاراده القويه عشان انجح او احقق هدف معين. ف determination يعني اصرار على تحقيق الشيء. He is a man of strong determination، هو رجل عنده إصرار شديد أو قوي جدا. طيب آخر كلمتين عندي كلمة merchant. أوكي، merchant يعني تاجر، وخاصة تاجر الحاجات الكبيرة، يعني بيبيع وبيشتري حاجات كبيرة، تاجر كبير يعني مش تاجر صغير. أوكي، معناها بالإنجليش طبعا لو حطيت merchants جمع يبقى طبعا merchant تاجر واحد، merchants جمع. اوكي، تجار. people whose job is to sell and buy
products in large amounts. الناس اللي شغلتها تبيع وتشتري حاجات كميات كبيرة من الأشياء أو البضائع. التجار الميرشنتس دول زي ما قلنا بتاجر حاجات كبيرة، مش تاجر حاجة صغيرة، يعني في الغالب بيبقى تاجر كبير. مثلا فور example ممكن أقول he is a wood merchant، هو تاجر خشب. he is a grain merchant، هو تاجر حبوب. he is a gold merchant، هو تاجر ذهب whatever، يعني مثلا furniture merchant، تاجر عفش، تاجر كبير. التاجر ده اسم الشغل بتاعته ان هو بيشتغل في ايه؟ في التجارة، في التريد. وخلي بالكم انا بتكلم هنا تريد مش كوميرس. طب ايه الفرق؟ كوميرس تجارة أكاديمية، كلمة أكاديميك شوي، لكن أنا هنا بتكلم على تريد اللي هي تجارة البضائع، بتكون ما بين الناس أو ما بين الدول. يعني تريد معناها إيه؟ the activity of buying and selling or exchanging تبادل، ممكن يبقى في تبادل في التجارة برضو. goods طبعا بضائع، or service between people or countries، ممكن يكون ما بين البلاد أو ما بين الأشخاص، بس تجارة كبيرة فيها بيع وشراء أو تبادل للجودز أو يعني للبضائع. for example ممكن أقول the country's trade is flourishing، تجارة البلد بتزدهر. مش هقول commerce، هقول the country's trade. commerce كلمة أكاديميك يا جماعة، ما بتستخدمش التريد اللي على أرض الواقع، تستخدم commercial كadjective، بقول حاجة تجارية. اوكي، لكن لما بتكلم على تجارة in general يعني كاكتيفيتي، التجارة ان انا ببيع وبشتري وكده، بس بستخدم كلمة trade اكتر كلمة. اوكي، طيب ده كده كان الجزء الثاني اللي انا عايزه اقوله من الفوكابولاري بتاع اول 2 units في first secondary او اللي هو الثانويه عامه اولى ثانوي بالنسبه للمنهج الانجليش. ده بتاع الوزاره طبعا. اوكي، الكلمات دي هتنفع كل الناس يا جماعه، يعني حتى الناس اللي مش في مصر، حتى الناس اللي في دول عربيه ما بتدرسش المنهج ده، او الناس ما بتدرسش المنهج ده اصلا. دي كلمات يعني لغه، ما اللغه عباره عن كلمات وجرامر، فيعني اوكي، فالكلمات هتنفعكم احفظوها. حتى لو هتحفظ الكلمه بالعربي، لو انت مش محتاج المعنى الانجليش، مش بتدرس الكلام ده، تقدر تحفظ المعنى العربي وتشوف بتستخدم ازاي في الجمله عن طريق الاكزامبلز اللي احنا حطيناها في الفيديو. وبس كده. دروس الجرامر اللي ليها علاقه بالمنهج بتاع اولى ثانوي، انا لو في حاجه احنا اوريدي موجوده على القناه، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. شوفوا فيديوهات الجرامر لان فيها شرح مهم جدا. وتاني هقول لو في اي حد تعرفوه بيدرس الحاجات دي، يا ريت تبعتوا له الفيديو وتعملوا شير، عشان اولا هتفيدوا الغير الناس اللي انتم مهتمين بيها، ثانيا هتفيدوا القناه طبعا، لان القناه الريتش بتاعها واقع، فساعدوني نرفع الدنيا. ولو انت من الاو جيز اللي بتقعد لاخر الفيديو، حط لي في التعليقات الايموجي دي، اعرف ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وفعل الجرس، تابعوني على انستجرام والفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.